السلام عليكم. طبعا الكفتة من الحاجات اللي كلنا اصلا عندنا عقدة منها، وانا كنت واحدة منكم. فالنهاردة ان شاء الله هنعملها بكل تفاصيلها باذن الله، وهقول لكم النتيجة المضمونة ليها وازاي ما تفكش او تنشف او يجرى لها اي حاجة او تكش. ان شاء الله بعد الفيديو ده مش هتكش خالص. وهنعمل الشيش كباب بتتبيلة خطيرة جدا ولا اجدعها حياتي، والتسوية كلها على البوتاجاز باذن الله. تابعوا الفيديو للاخر عشان هتستفادوا جدا بامر الله، بس ما تنسونيش في اللايك. نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه معايا هنا كوبايه الا ربع من البرغل الناعم، اهم حاجه يكون ناعم مش خشن. بجيبه بغسله كويس جدا في مصفى تكون ضيقه خالص عشان ما يقعش في الحوض او كده. وبعد كده بسيبه، مش بنقعه، انا مش عايزاه منقوع يا جماعه، اهم حاجه منقعوش. عندي هنا بصلايه متوسطه الحجم زي ما حضراتكم شايفين كده، بقطعها في الكبه وبقطعها قطع صغيرة عشان تساعدني يعني البرغل معايا يلف بسهولة لما احطه معاها. وببدأ وعندي فصين توم برضو حطيتهم، ببدأ اضربهم كده لغاية ما ينعموا معايا، وبعد كده بنزل بالبرغل بتاعي. انا مش نقعاه، اهم حاجة البرغل ما يتنقعش، لان لو اتنقع والبصل فيه ميته الكفتة هتفك منك. اما انا هنا بعتمد ان البرغل لسه ما اتنقعش، فطبعا هيشرب السوائل كلها اللي موجودة. حتى لو فرضا ان انت زودت البصل شوية او كده، هيشرب السوائل اللي نازلة من البصل لانه مش منقوع. فده تركاية مهمة جدا. ببدأ انزلهم كده، ومكان البرغل باخد عندي ده 80 جرام من الدهن، اللي هو الدهن التسيح مش الدهن الدوش. بضربهم كده لغاية ما ينعموا معايا، وببدأ ان انا اشيل لو عندي لقيت الجلدة دي او الدوشة دي شيليها، لان طبعا من الصعب انها تتفرم. وعندي 350 جرام من اللحمة المفرومة، يعني ربع كيلو، حوالي حتة قد الاستفندية الصغيرة كده. دول اللي كانوا فاضلين عندي، يعني وزنتهم لقيتهم كده. بتبلها بقى بمعلقة فلفل اسمر صغيرة خالص، من المعالق اللي هي بتاعت البهارات مش المعالق الكبيرة، ومعلقة من السبع بهارات، وربع معلقة من الحبهان المطحون، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة كبيرة اللي هي بتاعت الشاي دي ملح، وعندي رشة جوز الطيب. وجوز الطيب والفلفل الاسمر دول اساس الكفته، وممكن تستغنوا عن بقيه البهارات خالص. والسر الاولاني بقى اللي هيخلي الكفته بتاعتك ما تفكش او تكش او كده، معلقه ممسوحه من بتاعه الشاي ديت بيكنج باودر، ومعلقه ممسوحه من النشا. المعلقتين دول مهمين جدا، هم دول اللي هيساعدوك ان الكفته بتاعتك ما تكشش خالص. وهتخلي والنشا فايدتها هنا انها تسمغ معاك اللحمه، ومش هتخليها معاكي تفك. ده اهم حاجه. ببدا اضربهم كده بعد ما ضفت اللحمه وضفت البهارات على البرغل والبصل اللي احنا عملناه. بضربهم ضرب كويس جدا لغايه ما تنعم معايا خالص، وتعمل الخيوط اللي حضراتكم شفتوها في الحته اللي فاتت دي. لازم تبقى مفرومه كويس جدا جدا. بغطيها كويس خالص وبدخلها التلاجة ساعتين بقى. عايز تعملها من بالليل للصبح براحتك خالص، يعني لو فضلت يوم يوم في التلاجة يعني هتبقى احلى بكتير، علشان طبعا البرغل مش منقوع، عشان يشرب براحته السوائل ويطرى معاكي في الكفتة وما تحسيش بطعمه. هنا بقى عشان نعمل الكباب، عندي هنا بصلايه برضو متوسطة الحجم، وطماطمايه كده متوسطة الحجم، وعندي فلفلايه صغيرة رومي خضرة، وعندي فصين من الثوم، وعندي معلقة شاي اللي هي بتاعت الشاي دي ملح، وعندي طرف برضو معلقة من الحبهان على ورق اللورة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وعندي معلقة مليانة من البابريكا، ورشة برضو جوز الطيب. دي أساسي معايا. هو بس معايا بقى ربع فنجان كده من بتاع القهوة خل، وعندي نص ليمونة عصراها كده. باخد المية بس، ماليش دعوة بالقشر خالص، ما بفرمش القشر مع التتبيلة. وببدأ اضربهم ضرب كويس خالص لغاية ما ينعموا معايا ويبقوا بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا بقى انا لا احتجت لا صويا صوص ولا الحاجات دي، واللون هيبقى تحفة تحفة تحفة، هتشوفوه ان شاء الله. وعندي حوالي 3 معالق من الزيت بحطه اخر حاجة خالص. هنا انا حطيت اللحمه، جيت احط كده لقيت البوله صغيره خرت مني، ومصممه برضو احط الباقي مش عارفه ليه. المهم رحت جبت بوله تانية ورحت مفضياهم على اساس انها تاخد يعني الكميه كلها. وببدا ان انا اقلبهم مع بعض كده، وبرضو بسيبها في التلاجة ساعتين 3 بحيث ان هي تشرب التتبيله. وكل ما بتقعد في التتبيله اكتر كل ما بتطرى اللحمه معاكي مش بتشد. لو عايز تعملي الكفته والكباب وتعمليهم من بالليل وتسويهم الصبح هيبقوا احلى بكتير طبعا. هنعمل بقى مع بعض اسرع سلطه طحينه بتاعت مشويات ممكن تحضروها. عندي 3 معالق من الطحينه الخام زي ما حضراتكم شايفين كده، عندي رشه من الشطه، عندي معلقه صغيره ممسوحه من الملح، عندي حبه خل صغيرين، نص ليمونه،
وعندي هنا معلقه توم برضو صغيره خالص، توم مهروس، اهم حاجه عشان ما يبانش في الطعم وانتوا بتاكلوا. وبقلب كده وبنزل الميه بالتدريج زي ما حضراتكم شايفين كده. لونها بتلاقوه بيفتح مره واحده كده وبيبقى لونه فاتح عن مكان طبعا. ومع تنزيل الميه دي ميه عادي من الحنفيه، انا كنت بحط ميه سخنه بس لقيتهم الاتنين نفس الطريقه، يعني عادي ما تفرقش لا ميه ساقعه ولا سخنه، مش فارقه. وعندي لقيت تكتلات كده، جبت المضرب بتاعي وبدأت يعني اضرب بيه لحد ما فكت معايا. واخر حاجة خالص حطيت رشة كمون ورشة زيت، ده اخر حاجة خالص. وكده الطحينة بتاعتي تبقى جاهزة معايا. دي اسرع سلطة طحينة ممكن تعملوها. ورشة كمون ورشة شطة فوق الوش كده للتزيين، وحبة بقدونس ده اختياري طبعا، وحبة زيت فوق الوش. وبألف هنا وشفا يا رب على اللي هيجرب الحاجات دي. هنا بقى انا عايزه اوريكم تركه مهمه جدا عشان عصيان الشيش طاووق دي ما تتحرقش معاكم وانتوا بتسووا الكفته والكباب والحاجات دي. لازم يتحطوا في ميه كده ساعتين 3، بحيث ان هم يشربوا ميه بما فيه الكفايه، عشان لما تيجي تحطيهم على النار ما تلاقوهمش اتحرقوا معاكي ويبوظوا. انا بستخدمهم مره واتنين وتلاته وعشرة، يعني مش برميهم. بعد مره بغسلهم كويس جدا بعد ما بخلص الاكله اللي انا بعملها، وبصفيهم وبشيلهم في كيسهم تاني. هنا بقى عشان اعمل بقى بدخل كده اللحمة زي ما حضراتكم شايفين كده، وواحدة لحمة وواحدة بصل وواحدة فلفل وهكذا. اللي انتوا عايزين بقى تعملوه اعملوه، عايزين تسيبوها كده من غير عصيان عادي، بس انا بستسهل الحركة دي اسهل، لان بتسهل معايا ان انا اقلبها بسهولة. يعني انا لما امسك العود كده واقلبه واجيبه شمال ويمين على النار بيبقى سهل، احسن ما اجيب واحدة واحدة واقعد اقلب فيهم وكده. فيا رب يكون وجهة النظر وصلتكم يعني. عندي هنا بقى على النار ببدأ اسخن الجريل كويس جدا جدا، وبعد كده بنزل بالزيت بتاعي. ما بنزلش بالزيت الاول، لازم اسخن الجريل الاول، عشان الزيت لو حطيته والجريل بيسخن هيتحرق. وبنزل شايفين الدخان والصوت، كان نفسي افتح لكم الصوت بس كان في وش. لازم الصدمة دي تتاخد عشان اللحمة ما تنزلش ميتها. اهم حاجة في اي لحوم بتعملوها ما تنزلش الحاجة دي ميتها عشان ما تزفرش معاكم. لازم الصدمة دي كفراخ او لحمة او كفتة او ايا كان سمك ايا كان، لازم الحاجات دي تدخل على نار عالية جدا. وبعد اللحمة بتاعتي ما خدت الصدمة ببدأ ان انا اوطي عليها خالص خالص كأنك مش قايدة النار اصلا، وبغطي عليها وبسيبها خالص تستوي مع نفسها منها فيها كده. هنا بقى عشان نعمل الكفتة عندي صاج كده، وهعملها برضو على البوتاجاز، لان طبعا الكفتة انا ما بحبهاش في الفرن، واللي بيعملوها في الفرن طبعا على دماغي من فوق، بس انا جربتها كذا مرة بتنزل ميتها برضو، لان الفرن لو مش عالي الكفتة هتنزل ميتها وهتنشف معاك وهتطلع مش حلوة خالص. فانا بجيب صاج كده ألمونيوم يكون كبير وواسع عشان اعرف اقلب براحتي فيه، وبدهنه بالزيت زي ما حضراتكم شايفين كده. وببدأ اخد الكرة بتاعت اللحمة وبعملها على العصيان كده زي ما حضراتكم شايفين، وجنبي طبق مية بعوص ايدي فيه، وببدأ ان انا اعمل التشكيلة بتاعتها اللي هي الاخيرة دي. وبعد كده طبعا بحطها على نار عالية جدا، لازم النار تكون عالية جدا، ما بوطيش زي ما انتوا شايفين. انا ببدأ ان انا اسلكها كده ما بلاقيهاش اتحركت، بجيب معلقة كده اول بس لما احس انها اتسمغت، يعني قبل كده ما باجيش جنبها خالص، لازم احس انها خدت لون من تحت كده ببدأ اسلكها بالراحة كده لغاية ما بتعمل معايا تتسلك معايا. وببدأ اقلبها على كل جهة شوية لغاية ما بتاخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. وكده اللحمة بتاعتي كمان خلصت، ببدأ كده احطهم بقى كلهم على بعض زي ما حضراتكم شايفين. الكفتة طرية جدا، مش محتاجة اي حاجة ولا محتاجة ان انا اتكلم، هي واضحة خالص وطرية وهشة وكل حاجة، وهتشوفوها ان شاء الله من قلبها. هنا بقى بحطهم كلهم في الجريل بتاعي، وببدأ اجيب فحماية كده كنت مولعاها وبحطها في طبق، وببدأ انزل عليها بالزيت وبقفل عليها لغاية ما الدخان بتاع الفحماية يصفى خالص، والفحماية تبقى مش بتطلع دخان يعني. ببدأ ان انا اقدمها بقى بالهنا والشفا يا رب على اللي هيعمل. وطبعا اللحمة زي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا، والكفتة طرية جدا ولونها فاتح، ومش هتحسوا بطعم البرغل اصلا، وهشة وطرية وما كشتش ولا حاجة خالص، حاجه كده ما شاء الله. انا بوريكم هنا الجوس اللي نازل منها بان هي محتفظه يعني بالسوائل بتاعتها، وزي ما انتم شايفين من قلبها لونها فاتح وهشه وطريه، ولا هتحسوا بطعم البرغل، ويكاد يكون مش محطوط اصلا، يعني كانك مش حاطه برغل اصلا، هي لحمه انت بتاكلي لحمه بس. وصدقوني اهم حاجه البرغل ما يكونش منقوع عشان يشد اي سوائل ممكن تكون زياده تفك منك الكفته.
وكمان ممكن تضيفوا بقدونس، ممكن تاخدوا 3 اعواد من البقدونس تقطعوا الورق بتاعهم وتحطوه معاها يعني وهي بتتفرم. للاسف يعني نسيت احطه كالعاده، يعني الزهايمر اشتغل وانا بصور بنسى حاجات كتير، فنسيت احط بقدونس. فانتوا حطوا، بيفرق جدا في الطعم وبيعلي تيست اللحمه جامد. وبكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب ما كنتش طولت عليكم، اكون فدتكم بمعلومه ولو بسيطه. مع الف سلامه.